كان كيدوي كثر من الكلام. الدار كان فيها واحد الريحة ديال الموت. الزناقي ضاوية ولكن الظلام كان ساكن في العينين ديال الناس. كل شيء كان كيبان عادي، حتى التفاصيل الصغيرة اللي ما كيشوفها حتى واحد، خطوة بخطوة، والنهاية كانت مكتوبة. السر اللي كان مخبي كيحكي ولكن ما كانش الصوت، وكيتسنى شي واحد يسمعه. هادي ماشي غير جريمة، هادي واحد الحقيقة اللي تلبسات في ثوب البراءة. واجيو معايا جميع نتصنتوا لهاد القضية هادي ونسمعوا اشنو طرا. قضيتنا هاد النهار هذا كتدينا بالضبط لسنة 2019. واحد السيد الاسم ديالو عبد القادر، السيد اللي كان مزوج، السن ديالو 63 سنة، عايش في مدينة مكناس، كان عنده 3 ديال الوليدات، 2 ديال البنات ووليد. السي عبد القادر كان موظف متقاعد من الجماعة المحلية، كان معروف في الحي ديالو كله بأنه راجل الله يعمر به الدار، الراجل هادئ مدين، هو واخا ماشي اجتماعي بزاف ولكن كانوا الناس كاملين كيبغيوه وكيحترموه. كان كيمشي للخدمة ديالو، من الخدمة للدار، وكيمشي للجامع، كيتلاقى الناس كيهضر معاهم. كان اصلا هو هادئ والصوت ديالو هادئ، وعمر حتى شي واحد ما شافو لا طالع له الدم ولا غضبان ولا كيدابز ولا حتى شي حاجه. فوق ما كان كيتلاقى شي حد كيسولو دائما كان كيحمد الله وكيقول لهم بان كل شيء مزيان. مراتو لاله زهور ماتت قبل 6 سنين بسبب سرطان، تما هو دخل في واحد الحاله ديال الاكتئاب وبدا كيبان عليه واحد شويش ديال التغيير، ولكن كما قالوا الناس راه عادي لانه فقد النص ديالو. كما قلت لكم عنده 3 ديال الوليدات، عنده 2 ديال البنات مزوجين، وواحد الولد هو اللي كان صغير. هذا الولد هذا الاسم ديالو اسماعيل، وهو اللي كان معروف في العائله ولكن ماشي معروف بالدراسه ديالو او بالهدوء ديالو بالاتزان ديالو، بالعكس كان معروف في العائله كمشاغب. خرج من المدرسه بكري ودخل العالم الادمان، المخدرات والعنف وبزاف ديال المشاكل اللي كان كيدير في الحومه ومع اصحابه ومع الناس. كان دائما يجيب المشاكل لباه، وباه الحاج عبد القادر كان دائما كيسر وكيمشي وكيفك المشكل وكيقول ما عنده ما يدير، لان هذا ولده. الا بغينا نقولوا الحاج عبد القادر بحال بقى عايش بوحديته، كيطيب بوحدو، كيصبن حوايجو بوحديتو، كيصوب دارو بوحدو. كان كيرفض بانه يجيب شي مرات تصاوب له الدار او الجيران يدخلوا يعاونوه، بحال ما بقى حد باغي يدخل عنده ولا يعرفوا شنو كيدير. اصلا هو مني كان هو السيد اللي كان كاتوم، ما كانش كيهضر بزاف وكان شاد الثقار ديالو. بعض المرات الجيران كانوا مره كيجيبوا له نهار الجمعه هكا طباسل ديال كسكسو، كيبقى هو كيضحك كيشكر فيهم. المهم هو الاصل ديالو طيب، ومع الوقت ما بقاش كياكل مزيان، والناس ولاو كينتبهوا بانه ولا كيضعف نهار مور نهار، وصحته بحال بدات كتمشي نهار مور نهار، ولا كيعيش واحد الصمت اللي قاتل وحزن. بناتو كيجيو مره كيطلعوا عليه بحكم بانهم ما ساكنينش في نفس المدينه وعندهم دارهم وليداتهم ومقابلين رجالهم حتى هما. المهم الحياه ديالو شنو هي الصباح كينوض، لان شد التقاعد ديالو كما قلت لكم. الصباح كيمشي كينوض كيمشي يصلي في الفجر، كيرجع كيفطر، من بعد كيبدا كيخرج كيدور شي شويش في الحومه، كيهضر مع هذا كيسلم على هذا، صافي. من بعد صلاه العصر كيبقى في السطح ديال الدار ديالو، هو سقى داك الوريضات اللي عنده، هو جالس بوحديتو، وفي الليل كيبقى في الدار ديالو الباب مسدود عليه وبوحديتو. اصلا الولد ديالو اسماعيل كان كيرجع حتى الليل الدار سكران، هي كيسب وكيغوت، ودائما كيطلب الفلوس من باه، بغى يعطيهم له ولا ما بغاش يعطيهم له، المهم كياخذهم منه بالعنف. الجيران شحال من مره كيسمعوه كيهدد باه مسكين، وكيهرس في المواعن وفي الطبالي ويبقى يزح في البيبان. المهم كانوا الناس عارفين بان العلاقه ديالو هو وولده كانت متوتره، ولكن واخا هكاك هو
الوالد ديالو كان انسان طيب وكان انسان صبور. المهم هاز داك الولد هذا كما كنقولوا حنايا بسنانو، واخا كيتعدى عليه ما كيبغيش يمشي للبوليس يعلم به، لانه الا مشى يعلم به البوليس غادي يجيو يهزوه من تما، على الاقل غيمشي يتربى واحد شويش. ولكن هو بالقلب الطيب اللي عنده كان كيخاف على ولده واخا هكاك. المهم الايام كدوز وعبد القادر عايش نفس العيشه هي هذيك. المهم حتى تعود على داكشي هذاك. واحد الايام الجيران لاحظوا بان اسماعيل ما بقاش كيبان في الحومه، ولا سيما هو انسان اللي كان دائما كيغوت في الزنقه، دائما كيدابز مع باه. المهم مخلي الاثار ديالو كما كنقولوا. هنا مول الحانوت هضر مع الجيران، قال لهم واش ما بقيتوش كتشوفوا حتى نتوما اسماعيل ولا هي انا؟ جا الجيران قالوا له في الحقيقه حنايا زعما ما كنلاحظوش هي، ولكن بصح راه حنايا حتى داك الغوات ديالو ما بقيناش كنسمعوه، ياك ما ربي هداه وراه مشى خدم يمكن في شي قنت، ولا راه كيدخل الدار بلا صداع بلا حتى شي حاجه، الله اعلم. اصلا عبد القادر ماشي شي واحد انا قلت لكم اللي كيخرج ويجمع مع الناس باش يعرفوا شنو كاين في دارو وشنو واقع. هنايا الحاج تلقاوه الجيران في الجامع بداو كيسولوه اندرا شنو كاين، حنا ما بقيناش كنشوفوا اسماعيل في الزنقه ولا بقينا كنسمعوا حتى الصوت ديالو. جا قال لهم راه مشى عند صاحبو في واحد المدينه، راه دبر على شي خدمه وراه غادي يبقى تما خدام. جاو ما الجيران قالوا له الله يسهل عليه الامور، سيد مشى دابا ان شاء الله يدير عقلو، راه مازال هي الصغار هو اللي داير له داكشي وطاش. فعلا صافي الامور مشات هي هذيك هانيه، ما كاين لا شك حتى شي حاجه. واحد النهار جاو شي صحابو داك الشماكريه اللي كان هو كيجمع معاهم، جاو عند الحاج للدار كيدقوا عليه سولوه على اسماعيل. فاش حلهم الباب ولقاهم اصلا داك الكمامر ديالهم ما فيهم ما يتشاف كما كنقولوا، اللي مسيكاتريسي من لهنا، اللي شعرهم حسن داك الحسانه ديال الهيب هوب وداكشي مقرع. المهم الحاله راكم عارفينها كيفاش كتكون ديال داك الناس هادوك. سولوه على اسماعيل، جاوبهم قال له بانه راه مشى يخدم في واحد المدينه، ودابا طلب منهم الله يرحم لكم الوالدين خليوه في الثقه وخليوه يخدم على راسو. جاو هنايا داك صحابو قالوا له حنا كنحاولوا نتصلوا به ولكن التليفون ديالو راه ضافي، دابا هادي شحال من نهار وحنايا والو بغينا هي نعرفوه واش لاباس عليه. قال لهم راه لاباس عليه ما خاصو حتى شي خير، هي ما يشوفش الكمامر ديالكم، هذاك هو النهار الابيض عندي. دابا خليو السيد يخدم على راسو، واصلا هو راه بدل النمره ديال التليفون ديالو، صافي راه بغى يقطع العلاقه ديالو مع العالم ديال شحال هادي، دابا هو ولا انسان جديد. جاهما الصراحه قالوا له الله يسهل عليه وسلم عليه. الحاج عبد القادر بقى عايش المهم بوحديته في الدار ديالو. المهم هو اصلا معود على الوحدانيه، الجيران كيشوفوا بان الدار دائما مسدوده، قليل حتى فاش ولا كيخرج حتى للزنقه، كيمشي يصلي الفجر، من بعد الفجر ما كيبعودوش يشوفوه حتى للجامع، حتى صلاه ولا كيصليها في الدار ديالو. والجيران بداو كيلاحظوا واحد الضوء شاعل في السطح ديالو حتى في الليل حتى من وقت، راه 2 الصباح و3 الصباح، واش سيد ما كينعش، واش كينعس والضو مشعول. المهم ما فهموش، بداو الناس كيقولوا راه مسكين الوحدانيه زعما اللي هو عايش بقى بوحديته، الولد فقانت، البنات هما مجوجين، هو لا مراه واصلا ما بغاش يتزوج، زعما هو مازال في الستينات من العمر ديالو، كون كان زعما بغى يتزوج، ولكن هو صافي مني ماتت الزوجه ديالو وكانت اصلا عزيزه عليه بزاف ما قدرش يدخل شي وحده اخرى عنده للدار. داز 4 سنين وسفيان عايش في داك المدينه هذيك خدام على راسو. هو فعلا ما كيجيش لعند باه يشوفو، ولكن الجيران ملي كانوا كيسولوا عبد القادر عليه كان دائما كيقول لهم راه خدام على راسو، وهو ما كيجي شي بلاش، حتى انا كنقول له بلا ما تجي باش ما يتلاقاش مع داك اصحاب السوء ديالو. ولكن فعلا هو كان كيختفي على الحاج عبد القادر 2 3 ايام، كان كيقول لهم راني مشيت شفت لولدي وشفت البنات ديالي.
على اساس بانه هو ما عنده ما يدار، هو كيمشي يشوفهم. المهم ما علينا شيء. حتى لواحد النهار، كان نهار 6 فبراير 2023، واحد الكلبه اعزكم الله ديال واحد الجار ديال السي عبد القادر كانت تما كدور قدام الدار ديال الحاج عبد القادر. هاد الكلبه هادي يلاه جابها هاد الجار هذا. هنا بدات كتنبح داك الكلبه بواحد الطريقه هستيريه، كتحفر الارض قدام الباب وكتشم في البلايص بحال شي حاجه كاينه تما مخبعه. هذاك الجار اللي الاسم ديالو سعيد خرج كيشوف شنو وقع لهاد الكلبه هادي، بحال مسعوره. المهم بقات واقفه في داك البلاصه هذيك، ما بغاتش تتحرك. هي كتقرب من واحد البلاصه في السطح ديال الدار ديال الحاج. هذاك السطح اصلا هو الحاج كان صاوبو كامل بواحد الزليج جديد. المهم السيد هذاك اللي الاسم ديالو سعيد بحال جاه الشك، بحيث بحال واش الكلبه كانت كتشم شي ريحه ماشي هي هذيك، واش شي ريحه ديال شي زبل. المهم هو اصلا ما فهمش. المهم بقى كيتسناها، كيغوت عليها، كيقول لها سكتي ديري. المهم هذيك الكلبه اعزكم الله بقات على داك الحال هذاك، هو كيجرها باش يدخلها لعندو للدار، وهي كتمشي لجهه السطح ديال الحاج عبد القادر. هنا سعيد بحال المهم ما بحال الا دخلوا الشك، مشى عند مراتو عيط لها قال لها شوف راه هادشي ماشي عادي، هاد الكلبه هادي راها شامه شي ريحه ماشي هي هذيك ديال شي ريحه ديال شي زبل ولا شي حاجه ميته، ياك ما راه شي قط ميت له تما ولا شي حاجه. والحاجه اصلا راه سمعناه بانه مريض ونعس في الدار، ما بقيناش كنشوفوه حتى في السطح. هنا السيده قالت له نمشيو نشوفوه ونطلعوا عليه ونشوفوا شنو كاين. فعلا سعيد ومراته مشاو دقوا على الحاج عبد القادر، حلهم الباب. فعلا كان في واحد الحاله اللي كانت سيئه، السيد يلاه كيقدر يتمشى. دخلوا عنده للدار. سعيد قال له راه كاين شي حاجه عندك الحاج في السطح اللي ماشي هي هذيك، ياك ما عندك شي قط ميت تما ولا عندك شي زبل، انا نطلع للفوق للسطح ونشوف شنو كاين نتايا بلا ما طلع. هنا الحاج ارتبك وبدا كيغوت. الاخر قال له الحاج انا راه ما جيتش ندابز معاك، انا جيت هنا نقول لك انا راه الكلبه ديالي اعزكم الله راه شنو وقع وها شنو وقع. قال له سيدي انا هذه داري وحتى واحد ما يطلع لسطحي وحتى واحد ما يدخل لي في حياتي، وانت ماشي سوقك شد رجليك جاي عندي. المهم بقى كيغوت عليه ودخل في واحد الحاله اللي غريبه. هنايا سعيد وبراتو المهم بقاو هي كيشوفوا فيه، ما عرفوش باش تبلاو. يا قالوا له سمح لنا الشريف، مشاو سدوا الباب موراهم ودخلوا لدارهم. هنا هما بجوجهم سعيد ومراته بداو كيحلوا كيقولوا ويلي كيفاش مال الحاج شنو واقع، ما يمكنش حنايا قلنا له باننا رحنا بغينا هي نشوفوا شنو عندك في السطح بيه باش نهزوه، وهي مراته تسيق له زعما السطح وزعما يديروا الخير، ما غيديروش شي حاجه اللي خايبه. ولكن هو شوف التصرف اللي دار، داك التصرف اللي دار ماشي معقول. واش السيد بدا يخرف، واش السيد زعزع في عقله؟ المهم شنو داروا هنا، السيده ديالو عيطات لوحده من البنات ديالو، قالت لها شوفي راه باك راه شنو كاين وها شنو كاين، راه هنايا شنو شمات الكلبه ديالنا اعزكم الله، وحنايا راه 100% الوالد ديالك راه عنده في السطح شي حاجه ميته وراه ما بغاش يخلينا حنايا ندخلوا نشوفوا شنو كاين ونصاوبوا له داك السطح ونسيقوه له. راه داك الريحه هذيك راه الا بقات هكا حنا ما شميناش دابا، ولكن الا مشات حتى بقات تما لايام كثيره راه الريحه غادي توصلنا حتى حنايا. دابا اجيو شوفوا باكم الله يرضى عليك وشوفوا شنو كاين. فعلا البنت داكشي اللي دارت تمت جايه عند باها، دخلت للدار. المهم طلعت السطح، المهم صوباتو خملاتو، المهم سيقاتو، ما فيه حتى شي حاجه. هنا تلاقات الجاره قالت لها راه ما كاين حتى حاجه في السطح، راه
السطح منقي مصاوب، واصلا راه ما فيه لا قطه ميته لا فار لا والو. هنا الجيران الشك ديالهم زاد، لان هذيك الكلبه هذيك راها يوميا كتمشي لذاك البلاصه هذيك وكتجيها بحال واحد الحاله هستيريه، وكتبقى واقفه جهه السطح ديال الحاج عبد القادر. هنا سعيد شنو دار؟ قال انا غادي نمشي نهضر مع المقدم ونشوف شنو غادي يقول لي. فعلا تلاقى المقدم قال له شوف راه يمكن كاين شي حيوان ميت مدفون في السطح ديال الحاج. المقدم شادر بدوره مشى عند الحاج عبد القادر، دق عليه في الباب، جا هو قال له الحاج واش عندك شي حاجه ماشي هي هذيك في السطح، عندك شي حاجه ميته؟ هنايا عبد القادر بدا كيرتابك عاوتاني، وبدا كيغوت وبدا كيدخل ويخرج والهضره. بقى كيقول لهم راه ما كاين والو، هذيك الكلبه اعزكم الله راها حمقى، خصو يمشي يديها علينا من لهنايا. هادشي هذا اللي كيقول انا ما فهمتوش، واش هو غادي يتيقها هي وغيكذبني انا؟ هنا المقدم ما فهمش ردة الفعل ديال عبد القادر. عبد القادر باين عليه بانه ما مسطين حتى شي حاجه، زعما راه هو هذا كيهضر معاه كيتكلم معاه هي كيغوت، ولكن كيهضر معاه زعما نيشان. هنا المقدم قال له شوف غادي تخليني، غادي نجي انا والناس المختصين غادي نجيو نطلعوا للسطح ونشوفوا شنو هاد شنو كاين تما. ولكن قبل قال له غادي نطلع للسطح ونشوف بعيني شنو كاين. فعلا طلع للسطح وهو قبل على السطح، وهو واحد الريحه عطاتو. هذيك الريحه هذيك ماشي هي هذيك 100% الريحه ديال شي حاجه اللي ميته. السطح كله مجلج، ما فيه حتى شي حفره ولا حتى شي حاجه. هذاك الزليج اصلا انا قلت لكم الحاج عبد القادر عاد كان زلجوه هذه واحد 4 سنين ولا 3 سنين ونص، المهم ما بينه وبين. هنايا المقدم قال له شي حاجه ماشي هي هذيك، راه عندك شي حاجه هنايا محفوره مدفونه، زعما راها هي اللي طالقه هذه الريحه هذه، راه الكلب عليها كيبقى كيهبهب تما اعزكم الله. اذا كاينه شي حاجه دابا انا غنجيب معايا كما قلت لك الناس المختصين باش يحفروا يشوفوا شنو كاين. قال له الحاج عبد القادر كيفاش واش انا مجلج انا السطح ديالي دافع عليه الثمن، شكون اللي غيصاوبوا لي؟ قال له شوف الشريف حنايا دابا غادي نلقاو المشكل شنو هو، ومن بعد داكشي يحل شكون اللي غيصاوب هذا السطح هذا. هنايا المقدم قال شنو غادي ندير؟ غادي نمشي واخا هكا غنمشي نعلم البوليس ونشوف شنو كاين. فعلا مشى علم البوليس قال لهم راه شنو كاين وشنو كاين. جاو البوليس، ملي جاو البوليس جابوا معاهم الناس المختصين في الحفر، بدات هما كيحفروا وهي الريحه بدات كتزاد. اصلا كانت الارض كانت محكوكه بواحد الطريقه غريبه. مشاو لهداك القنت هذاك اللي الكلبه ديال سعيد اعزكم الله كانت كتوقف. مهم هما كيزيدوا حتى واحد الساعه هما كيتبان لهم واحد البطانيه. فاش حلوا هذيك البطانيه جبدوها وهما يلقاو واحد البقايا بشريه ملفوفه في داك الغطاء هذاك اللي قديم ومدفونه بطبيعه الحال تحت الزليج. هنا البوليس جمد في البلاصه. على الفور جات الشرطه العلميه، داروا التحريات ديالهم، هزوا داو هذوك البقايا ديال باينه بانها جثه هذيك داوها للتحليل. المهم الفرقه الجنائيه ديال الشرطه القضائيه دخلت على الخط، هي هذيك جابوا معاهم الشرطه العلميه ومباشره بداو عمليه البحث. وهاد العمليات البحث هذه كانت بحذر شديد، اي تفصيل ممكن يكشف الحقيقه كامله ديال من الجثه، شكون اللي قتلها، واش الحاج عبد القادر عنده شي علاقه بالقتل ديال هاد الجثه هذه، وشكون هو اللي مدفون تما. اصلا الجثه كانت ملفوفه كما قلت لكم في واحد البطانيه قديمه ومربوطه بواحد الحبل، وفوق منها كانت طبقه ديال الزليج جديده، لان كما قلت لكم كانت الزليج مازال جديد. والارض تحت الجثه هذه كان فيها الاثر ديال واحد الدم قديم، ولكن بقى تما واحد البصمات اللي هزوهم وداوهم باش يحلوهم ويشوفوا البصمات ديال من.
وهذاك الطابق اللي لقاو فيه الجثه كان فيه واحد ادوات البناء، واحد المطرقه وواحد الخنشه ديال السيمه وشي زليج اللي بقى، كلشي كان مدفون معاه تما. واصلا هذيك الطريقه ديال الدفن كانت مقصوده ومخطط لها. علاش؟ لانها الجثه ما تدفناتش عشوائيا، تغطات مزيان باش ما طلعش منها ريحه. على داكشي ما تكتشفات هذيك الجثه حتى من بعد 4 سنين. بوليس هنا ما قدروش يوجهوا حتى شي حاجه للحاج عبد القادر، ولكن كيسولوه كيقولوا له انت شكون اللي عايش معاك هنايا في الدار؟ هاد الجثه هذه كيفاش دارت حتى وصلت للسطح ديالك؟ راك انت هو المتهم اللي غادي تكون في هاد الشيء هذا. دابا قولني الحقيقه، واش عارف شي حاجه؟ واش عارف شكون هذا؟ الجثه ديال من هذه؟ هنايا الحاج عبد القادر كيقول لهم انا ما عارفش. طاح تما، هزوه داوه للسبيطار. سولوا الجيران على الحاج عبد القادر مع من عايش، واش عنده شي ولاد؟ قالوا له راه عنده 2 البنات وولد فينا هما، راه البنات ساكنين في المدن الفلانيه، ولكن الولد حنا ما عارفينوش في الحقيقه فين ساكن. حنايا رحنا كنسولوه عليه كيقول لنا راه خدام في واحد المدينه، ولكن ما رحنايا مش شحال هادي ما شفناه. المهم لا غد ليه جا تقرير ديال الطب الشرعي اللي قال بان الضحيه مات بواحد الضربه قويه في الراس ديالو بواحد الاله حاده. الضربه وقعت من مسافه قريبه، على الاغلب بانه كان دباز. هذا القتل تم في 2019. اذا هذا 4 سنين. فاش بداو كيسولوا الجيران جاو ما قالوا له راه حتى الولد ديالو راه غاب في 2019، من تما ما شفناه. هنا شنو داروا؟ مشاو خداو عينات من الحمض النووي اللي لقاو في الجثه لادين وقارنوه مع لادين ديال الوليد ديالو عبد القادر. وهنايا كانت الصدمه الكبرى، وهي انها كانت مطابقه ما بيناتهم. اذا هذيك الجثه كانت الجثه ديال اسماعيل ولده. وكيفاش هادشي وقع؟ واش هو اللي قتلو؟ واش شي حد قتلو؟ ما فهموش وما عرفوش. هنايا مشاو جابوا عبد القادر اللي كان صافي داك الساعات كان ناض، ما بقاش يطيح في الركنه في السبيطار. وجهوا له الاسئله، سولو قالوا له فين هو ولدك؟ قال لهم ولدي راه خدام في واحد المدينه. قالوا له شنو سميت المدينه؟ بقى كيخربق عليهم كيقول لهم هو ما مستقرش في مدينه وحده، كل مره كيمشي للقنت، لان ما قالولوش بانهم راهم عرفوا بانه ولدو هذيك الجثه. بداو كيسولوه بعدا، قالوا له ولكن هاد السنوات هذه كامله راه الجيران كيقولوا لنا بانهم ما عمرهم ما شافوه. هذه بالضبط هذا 4 سنين من 2019. قال لهم ما كيجيش لانني انا اللي كنت كنمشي نشوفه. هنا البوليس المهم ما بغاوش بانهم يبقاو تما كيراوغوا معاه. شنو داروا؟ واجهوه نيشان. قالوا له راه هذيك الجثه اللي لقينا في السطح راه الجثه ديال ولدك اسماعيل. دابا غادي تقولنا الحقيقه، واش انت هو اللي قتلتيه ولا انت شاركتي بالقتل ولا شنو كاين؟ جا هو واحد الساعه بدا كيقول لهم انا ما عارفش. هو خرج وما رجعش، وكنت كنتسناه وما جاش. بدا كيدخل ويخرج في الهضره اكثر، ولكن مني زادوا ضغطوا عليه رجال الشرطه. هنا بدا كيزيد يرتبك سمحوا لي، وكيغير في الهضره ديالو. في الاول بدا كيقول لهم هو طاح، من بعد قال لهم لا انتحر، ومن بعد نهار وبدا كيعترف لهم شويه بشويه. عاود لهم بان اسماعيل كان داير له المشاكل بزاف، وكان ديما كيدخل عنده للدار سكيان بالليل وكيطلب منه الفلوس وكيهددو وكيضربو بعض شي مرات. وهذيك الليله هذيك جا عاوتاني سكران بحال العاده واخد المخدرات. جا هو شدو من العنق ديالو، كان باغي يخنقو. قال لهم هنا انا دفعته وطيحته، ومنين طاح هو ما تحركش. قال لهم انا عرفت بان الولد طاح على راسه، صافي خفت جيت انا دفنته.
ولكن بعد المواجهة بالتقرير الطبي البوليس قالوا ليه راه الضربة جايه من الفوق وبآلة حادة، راها ماشي طيحة عادية. في هذه اللحظة هذه عبد القادر سكت واحد شوية وبدا كيبكي. جا هو قال لهم راه هو كان غادي يقتلني وراه كل شيء تخلط في داك اللحظة هذيك. هنايا المهم داروا مقابلة مع الجيران، مع مول الحانوت، مع مول القهوة، كلهم قالوا نفس الحاجة. البوليس حقوا معهم كاملين وقالوا لهم نفس الهضره بان اسماعيل كان انسان مشاغب وكان كيهدد الضباع شحال من مره، وعمرهم صراحه ما شكوا في الحاج بانه اذا ما يقدر يكون دار شي حاجه في ولده، لانه اصلا كان راجل طيب. البوليس مشاو عاوتاني ولاو عند الجيران داروا معاهم تحقيقات وحده اخرين، هما الجيران ولا مول الحانوت ولا مول القهوه اللي تما كان كلهم كيقولوا هضره وحده بان اسماعيل كان انسان مشاغب، كان كيهدد الضباع شحال من مره وشحال من مره كان كيضربو، والحاج اصلا انسان اللي زعما طيب ما كانش يقدر يدير شي حاجه خايبه في وليداتو، ولكن الغالب الله، هذاك الشيء اللي كتب عليه الله. البوليس واخا هكاك سجل بان الجريمه مقصوده، ما كاينش مبرر للقتل، والحاج عبد القادر اتهموه بالقتل العمد مع سبق الاصرار، والقضيه تحالت على النيابه العامه والملف دخل المحكمه. اما الجثه ديال اسماعيل راهم دفنوها العائله ديالو بواحد الصمت اللي كبير، حتى واحد من الحومه ما حضر ليه، غير خوتو البنات وشي عائله المقربه ديالهم وصافي. ومن بعد جلسات مطولة في المحكمة والاستماع للشهود والتقارير الطبية والبصمات والاعتراف الجزئي ديال الحاج عبد القادر، حكمت عليه المحكمة ب20 سنة سجنا نافذا. وهنا كنخرجوا بواحد الموعظة اللي هي الحياة ماشي كل شيء اللي كيبان فيها راه زوين، وداكشي اللي كنشوفه هو الواقع ديال كل انسان. الجار الطيب اللي كيسلم وكيضحك يمكن يكون ساكن ومسكن معاه واحد الجريمه وداير ليها قفل وسد عليهم. الحاج عبد القادر فعلا ما كانش مجرم محترف، هو كان راجل كبير مكسور من الداخل، محاصر ما بين ولده المدمن والحياه اللي ما خلات ليه حتى شي امل. مراته ماتت، البنات بعاد عليه، عايش الوحدانيه، ولكن الغضب في شي لحظه كيحول اي انسان المجرم. الله يسترنا ويستركم ويستر الناس اجمعين. ايوا هنا كتوصل نهاية الحلقة ديالنا، وكنقول لكم السلام عليكم والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله، وباي باي.